السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك يا صديقي العزيز. اللهم صل على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. في البداية طبعا عندنا حلقة نارية، حلقة فيها كل الأخبار الرياضية، كل ما يدور على الساحة الرياضية. طبعا امبارح كان في حلقة امبارح في قمة الروعة والجمال ما بين إبراهيم فايق وما بين عماد النحاس. طبعا كان مستضيف كابتن عماد النحاس طبعا بيسألوا عن كل الفترة اللي فاتت كلها في النادي الأهلي. بيسألوا عن بعض الجزئيات، تكلموا تتمنى تبقى موجود في كأس العالم، تاخد النادي الأهلي في كأس العالم. قال له يعني انت كنت احق؟ قال له لا انا كنت اتمنى. يعني راجل قمه العقليه، قمه العقليه الرياضيه الاهلاويه. شخصيه النادي الاهلي، يعني عماد النحاس شخصيه النادي الاهلي شخصيه متزنه عاقله رزينه، عارف بيتكلم ازاي. اثنى على كل المجموعه، نسب كل اللي فات كله، كل اللي حصل ده من نجاحات نسبوا المجموعه كلها تما، ما نسبوش لعماد النحاس فقط. ده بيدل ان النادي الاهلي فعلا منظومه جماعيه. ما فيش حد، مفيش حاجه اسمها فرد هو اللي بيقود المجموعه او فرد هو المتحكم في النادي، لا. المجموعه كلها كله عمل جماعي من اول واثنى على اللاعبين الكبار، قال هم دول اللي ساعدوني في الفتره بتاعتي اللي انا كنت متواجد فيها، سواء في الفتره الاولانيه او في الفتره الثانيه. كانوا مساعديني في لم شمل الفرقه، ما كانش في اي مشكله، كان مخليني بس تركيزي كله فني لا اكثر ولا اقل. اثنى على المجموعه كلها. طبعا كمان في جزئيه ثانيه، ده كادر اهلاوي، ده كادر زملكاوي. الكادر الزملكاوي اللي هو اسامه نبيه طبعا مع المنتخب زي ما كلنا شفنا. اداء هزيل، الاداء لا يرتقي لمستوى منتخب مصر على الاطلاق في كاس العالم. قدم اداء يعني اقل ما يقال عليه ان هو يعني فشل، هو فشل، هو كل اللي همه كله اسامه نبيه ان انا ما يتقالش عليها فاشل. امال اللي انت قدمته ده اداء فاشل، اقل ما يقال عليه ان هو اداء فاشل. طبعا بيتكلم مع ابراهيم، لا انا ما اعتذرش، انا لا انا مش فاشل، انا مش يعني كون ان هو لا يعترف بالفشل في المهمه الموكله ليه، دي في حد ذاتها دي فشل، ده بيدل عن عقليه فاشله. انت ما قدرتش توصل لاي حاجه، ما قدرتش حتى، ما فيش تكتيك، ما فيش بلان، ما فيش نتائج، ما فيش اي حاجه، انت ما حدش اي نتيجه اطلاقا. يقول لك اليابان انا ما اكسبش اليابان ولا الفرقه الثانيه ولا اكسب. ما بتكسب مين؟ انت رايح تعمل ايه؟ انت كنت خلاص بقى، كنا اعتذرنا عن كاس العالم، ما كناش رحنا اصلا. يقول لك انا وصولي لحد ذاته لكاس العالم ده انجاز، ده وصفوه لي اتحاد الكوره انجاز. قال له طب مين اللي سالك؟ قال له مين اللي قال لك ان هو انجاز؟ قال له ما اقدرش اقول. شغل كله مجاملات، عايز يتكلم كلمتين حلوين في حق الاتحاد. احنا طول عمرنا طول ما احنا ماشيين بالسوق الاداره، ومفيش حد عارف هو عايز يعمل ايه، ولا في بلان ماشيين عليها او خطه مرسومه. احنا عايزين نعمل ايه، عايزين نوصل لايه. هنفضل طول عمرنا من فشل يتبعه فشل. عايزين نبص على المغرب على يعني جميع قطاعات الناشئين من الفريق الاول، على جميع المراحل كلها السنيه والفئات العمريه، كلها محطوط لها بلان. هتلاقيهم كلهم بسم الله ما شاء الله كلهم في كاس العالم دلوقتي، في نص النهائي دلوقتي. المغرب كسبت امريكا وكسبت البرازيل وكسبت اسبانيا. المغرب عامله بلان وعامله مخطط ماشي عليه. حتى المدربين كذلك الامر بالنسبه للمدربين. يعني المدرب مش ان انا فرحتين يلا اتدرب يلا احنا جايبينك كده، لا، عارف ان هو المدير الفني هيبقى اللي هو المدير الفني الوطني، هيبقى قلبه على مصلحه المنتخب وقلبه على مصلحه البلد اكتر من اي حد اجنبي. ولكن علشان اهله لده وداه يدرس بره الرجراجي وبعض المدربين الاخرين، طلعهم بره، صفرهم على نفقه الدوله، على نفقه الاتحاد. بدا يحضرهم ويعد الكوادر عشان خاطر لما يجي يتحط في المسؤوليه دي يبقى عنده العلم وعنده الدم، مش كفايه بس الروح، مش كفايه العزيمه، لازم يكون عندك العلم. الكوره دلوقتي كلها بقت علم وبقت استراتيجي، الناس كلها ماشيه عليه. احنا هنفضل طول عمرنا في تخلف طول ما احنا ما فيش نظام، ما فيش بلان، ما فيش خطه موضوع عشان نمشي عليها. هنفضل طول عمرنا من فشل لفشل. فشابوه كابتن عماد النحاس، اثنى على كل المجموعه، المجموعه كلها واحد يونت واحد، ما اثناش على نفسه فقط لا غير. شابوه كابتن عماد النحاس، ونتمنى له التوفيق ان شاء الله باذن الله في الموقع القادم مع الزوراء العراقي. نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله باذن الله في المرحله القادمه. الجزئيه الثانيه طبعا والكلام عن مصطفى محمد، وساله برضه في مصطفى محمد هل هو الاصلح للنادي الاهلي بعد اسامه ابو علي. فطبعا نظرا ان مصطفى محمد يعتبر هو المصري الاقرب لمستوى اسامه ابو علي، والاهلي طبعا بيدور على مهاجم يكون في المقام الاول، ان هو ما يكلفوش مكان في داخل القائمه. ده الاهم شيء بالنسبه للنادي الاهلي، اللي مخلي النادي الاهلي عايز يجيب مصطفى محمد. يعتبر هو افضل المهاجمين اللي موجودين المصريين اللي الاهلي يقدر يستخدمهم بدون ما ياخد مكان في القائمه. ده الشغل الشاغل بالنسبه للاهلي. لكن النادي الاهلي مش ميت على مصطفى محمد. انا شايف مصطفى محمد مش عادة النادي الاهلي اطلاقا. اشوف ان هو يعني بيتبغدد في بعض الاوقات. لا، النادي الاهلي اللي بيقدم له خطوه ما كانش اللاعب النادي الاهلي يقدم له خطوه، يقدم هو 10 خطوات. النادي الاهلي مش عايزه، احنا كجمهور الاهلي مش عايزينه. اللي مش عايز النادي الاهلي وميت ان هو يجي النادي الاهلي جمهور الاهلي، والنادي الاهلي مش عايزه اطلاقا. فدي جزئيه كنا عايزين نتكلم فيها. كذلك الامر بالنسبه لارقام مصطفى محمد، مش افضل شيء سواء مع المنتخب سواء مع النادي الفرنسي، مش مقدم افضل اداء. فهو النادي الاهلي لو الاهلي اي لاعب بيجي له هو النادي الاهلي هو اللي بيقدم له اضافه، هو ما بيقدمش اضافه، بل بالعكس الاهلي هو اللي بيقدم له كل اضافه. الاهلي بيبروزه والاهلي بيعملوا براند، فالنادي الاهلي دايما ابدا هو اللي بيصنع، هو اللي على قد ما النادي الاهلي بيستفيد ولكن انت المستفيد الاكبر. فاحنا مش عايزين مصطفى محمد على الاطلاق، وكل ما يتداول مصطفى محمد، ده مصطفى محمد عايز، ده مصطفى محمد ايه.
نتمنى له التوفيق خارج النادي الاهلي. نقطه من اول السطر. الجزئيه اللي معانا طبعا بعد كده هو تحسن حاله امام عاشور. طبعا الحمد لله بفضل الله امام عاشور بدات الحاله بتاعته تستقر. حاله الانزيمات الكبد والدم تحسنت بشكل كبير، ولكن عوده امام عاشور مش هتبقى قبل شهر من دلوقتي. ده لسه على ما يرجع بقى تمرين وملعب وكلام من ده، ممكن ما يرجعش غير على يناير. وطبعا بيتابع حالته دلوقتي تروب مع بعض الاطباء الدنماركيين. نتمنى له ان شاء الله باذن الله الشفاء العاجل، ويلحق ان شاء الله باذن الله يبقى متواجد مع المنتخب خلال بطوله افريقيا. نتمنى له ان شاء الله باذن الله الشفاء العاجل فيما هو قادم ان شاء الله. الجزئيه اللي معانا دلوقتي هي عوده محمد شكري معافى تحت امر دلوقتي تروب في السفريه القادمه ان شاء الله باذن الله ايجل البوروندي. هيسافر ان شاء الله باذن الله يكون متواجد مع البعثه سالم معافى ان شاء الله باذن الله. لو هيبدا الماتش من اوله مش اي مشكله خالص ليه. هو دلوقتي تحت امر تروب في اي حاجه هيطلبها منه. جاهز بالمعافى مليار في الميه. هو كل اللعيبه اللي كانوا مصابين عدا ثلاثي فقط لا غير، وهو حسين الشحات واداري وكريم فؤاد، دول اللي مش هيبقوا متواجدين مع البعثه. بالاضافه طبعا لامام عاشور، احنا كلنا عارفين ان هو لسه قدامه فتره كبيره جدا على ما يقول. كذلك الامر ان شاء الله باذن الله المباراه هتبقى يوم السبت القادم الساعه 4 العصر. يوم السبت برضه كذلك الامر هيبقى في مباراه قويه بين بيراميدز ونهضه البركان على كاس السوبر الافريقي. نتمنى التوفيق ان شاء الله باذن الله لكلا الفريقين. هتبقى مباراه قويه يوم السبت ان شاء الله. وكذلك الامر بالنسبه للزمالك يلعب برضه مباراه في الكونفدراليه الافريقيه. الجزئيه اللي معانا طبعا بعد كده وهي وصول إيمري تشابيكس، ده المدرب العام اللي هو متواجد مع توروب. هيكون متواجد ان شاء الله باذن الله مع توروب النهارده، متواجد خلال اليوم. كذلك الامر زي ما كنا عارفين امبارح وصل مساعد ووصل مدرب حراس المرمى. على ما ان شاء الله باذن الله الجهاز يكون مكتمل غدا ان شاء الله باذن الله كاملا، وهيسافروا كلهم ان شاء الله باذن الله الى بوروندي. الجزئيه اللي معانا بعد كده وهي طلب محامي زيزو من اتحاد الكره تفسير لتاجيل البت في قرار مستحقات احمد سيد زيزو ولاد نادي الزمالك. عايز يعرف ايه السبب في ان هم اجلوا البت في القرار. طبعا هيبقى فيه كده يعني في شكوك ليه الموضوع اتاجل، وفي تسويف في البت في الموضوع. فكده الموضوع خد اكبر من حجمه وخد وقت كبير جدا. فهو في شكوك بتدور حواليهم ان هو ممكن يبقى فيه لعب بعض الاوراق، في اشياء مش مظبوطه زي ما حصل قبل كده وشفنا في قضيه محمود كهربا. محمود كهربا يعني قال حسبي الله ونعم الوكيل في نادي الزمالك. كلنا زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي نادي الزمالك يعني ما فيش يعني خلاص نادي الزمالك اعلن افلاسه. الموضوع خالص ده يعني كل اللي رايح على قد اللي جاي، فالموضوع صعب جدا. محمود كهربا ده بني ادم سالك. واحمد عبد الباسط طلع واعترف بتزوير. احمد عبد الباسط ده يعني الوحيد اللي بيجيب كل الخبايا داخل اتحاد الكوره، فعنده المعلومات كلها من داخل اتحاد الكوره. فطبعا نتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق لكابتن احمد سيد زيزو في قضيته مع نادي الزمالك. اخر خبر معانا طبعا هو تاهل كاب فيردي لكاس العالم لاول مره في تاريخها، ولم تتاهل لكاس الامم الافريقيه. فده برضه يعني بيدي انطباع ان المهمه ما كانتش اصعب حاجه للفرق كلها في التاهل لكاس العالم. فدي نقطه كبيره عايزين نحطها. لازم يكون بقى سؤال لازم نحطه لنفسنا: ماذا بعد الوصول لكاس العالم وكاس الامم الافريقيه؟ لازم يكون هنا في بلان، لازم يكون في خطه هنمشي عليها مستقبليه. ما يبقاش الموضوع متساب كده زي ما قلنا المره اللي فاتت واتكلمنا. ما يبقاش في الاحتفالات مسيطره علينا اكتر حاجه. ما يبقاش احنا خلاص كل اللي في دماغنا الاحتفالات ان احنا وصلنا كاس عالم، ان احنا ده الانجاز بالنسبه لنا. لا، عايزين نعمل انجاز في كاس العالم. احنا مش افضل مننا الناس اللي وصلت للدور 16 والدور الثمانيه والمربع الذهبي. الناس دي مش افضل مننا في حاجه. عندنا كل الامكانيات، عندنا الرياضه بيتصرف عليها فلوس كتيره جدا، ولكن كلها بتروح في المحسوبيات والمجاملات وما شابه ذلك. فمش عايزين نتكلم كتير في النقطه ديت. لازم يكون عندنا بلان، لازم يكون عندنا خطه مستقبليه موضوعه، ماتشات قويه، منتخب يتاهل كويس جدا ويتحضر له كويس جدا من قبل البطوله عشان نخش. يعني انت مش داخل تقدم، ما تخش انت في اي بطوله عشان تقدم اداء مشرف. ما كسبناش ولا ماتش في كاس العالم لحد دلوقتي. احنا اصلا كل اللي وصلنا له في كاس العالم 4 مشاركات، مش يعني مشاركات هزيله. عدد من البطولات اللي شاركت فيه قليل جدا. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نعمل من اللحظه ديت للكاس العالم اللي جاي. وكذلك الامر بالنسبه للامم الافريقيه، بقالنا سنين طويله ما وصلناش، ما خدناش كاس الامم الافريقيه. نتمنى التوفيق ان شاء الله باذن الله للكابتن حسام حسن، ولكن لازم يكون في اعداد كويس جدا للمنتخب من بدايه من الوزير لاقل واحد في الاتحاد الكوره. لازم كله يعمل من اجل مصلحه منتخب مصر. الوزير برضه كان له جزئيه معينه بيتكلم فيها ان لا الفتره بتاعتي افضل حاجه. لا يا سياده الوزير، الفتره بتاعتك مش افضل حاجه على الاطلاق. وصلنا عشان وصلنا كاس يعني 2 كاس عالم، ولكن احنا كنا فين من كاس. المشكله كلها مش في الوصول، المشكله فيما بعد الوصول. احنا هنعمل ايه بعد الوصول؟ احنا وصلنا فرحتين، لكن طلعنا بشكل مخيب للامان، طلعنا بشكل مخزي في روسيا. مش عايزين يحصل معانا كذلك الامر في كاس العالم ده. عايزين ان شاء الله باذن الله نحط بلان وخطه زي ما قلنا
وان شاء الله باذن الله نتمنى التوفيق لكابتن حسام حسن والمنتخب، وان شاء الله باذن الله يفرحونا في كاس الامم الافريقيه، ويتبع ان شاء الله باذن الله كاس العالم نقدم اداء مشرف ومحترم، وان شاء الله باذن الله نقدر نحقق بقى اول فوز لينا في كاس العالم. وطبعا لو وصلت هنا معايا لنهايه الحلقه ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناه ليصلك كل جديد. وفي الختام، سلام.